أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواتي الغاليات. أتمنى أن القصة ديال اليوم تلقاكم في أتم الصحة والعافية. وقبل ما نبدأ القصة ديالي نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله. في كل زمان أخواتي كنلقاو شي ناس اللي ما في قلبهمش الرحمة وما كيقدروش الناس وما كيحسوش بالناس، واخا ما عرفتيش كيديروا معاهم ما كيحسوش بهم. الناس أنانيين اللي ما كيقدروش. في كل زمان كاينين الناس اللي كيشوفوا القيمة ديال المرأة مثلا غير في الولادة، وإلا ما ولداتش وكتب الله عليها أنها ما جابتش وليدات كيعتبروها يعني ما صالحة لوالو، وأنها يعني ماشي مرأة يعني ناقصة. والراجل يعني ما كيصبرش معاها وكيمشي يبغي يعني يتزوج ما كيصبرش معاها. القصة ديالنا ديال اليوم غتكون في هذا السياق. هذه القصة هي ديال أسماء مع الزوج ديالها كمال. أسماء صبرات على القسوة وعلى الظلم ديال راجلها حتى جاها النصر من عند الله سبحانه وتعالى. القصة كتقول هي أن أسماء كانت امرأة صالحة هادئة ومسالمة، ما عندهاش مع خلق المشاكل، دائما صابرة ومحتسبة، وكانت كتحب الزوج ديالها بزاف، وداك الشيء علاش تحملات الظلم ديالو وديال العائلة ديالو. داز العام الأول والثاني والثالث على الزواج ديال أسماء وكمال، وما ولداتش أسماء. ولكن أسماء حيت امرأة مؤمنة ودايره التوكيل ديالها في الله سبحانه وتعالى عمرها ما فقدات الأمل في الحمل، ودائما كانت تقول راه الله غادي يرزقني بالذرية الصالحة. وكانت دائما كترفع يديها وكتطلب الله سبحانه وتعالى وكتقول يا ربي لا تحرمني من نعمة الأمومة، وما تخليش راجلي يتقلق عليا أو يتغير عليا. وخصوصا انها كان عزيز على راجلها بزاف. ولكن بالمقابل كمال كان في البداية صابر معها، ولكن مع حد الوقت كيدوز وهو كيتغير على أسماء. وديك المحبة اللي كانت كيحب بها أسماء ولات بحال يقولوا ولات كره، ولا كيلومها في كل فين ما تجيه الفرصة كيلومها. وفين ما كيدخل من الخدمة كيبدا يسولها علاش ما ولدتيش، بل انه كيسولها دائما ماشي مره في النهار، او دائما كيجلسها بالولاده وكيوقفها بالولاده. علاش ما حملتيش؟ كلشي العيالات ولدوا الا انتي. شوفي يا لاله انا راه واحد النهار قالها لي انا باغي ولد من صلبي يحمل الاسم ديالي وديال العائله. امي راه باغا تشوف وليداتي قبل ما يدي الله الامانه عنده. كانت أسماء مسكينة كيبقى فيها الحال بزاف وكتقول ليه كل شيء بيد الله ومازال كاين الأمل أنني نولد، غير ما تقلقش عليا. ولكن كمال كان دائما داكشي هي ما حدها كتوسل ليه وكتعامل معاه معامله مزيانه، وهذاك الشيء كيزيد عير في القسوه ديالو عليها. بل انه وصلت به الدرجه واحد النهار انه منعها من الخروج، يعني قال لها انت ما تبقايش تخرجي بقايا في الدار، وكيهينها دائما قدام العائله ديالو. وما ما كيخليش يعني فين ما تجي المناسبه كيهينها وكيطيح بها قدام العائله ديالو، وكيقول لها انتي راك ما صالحه لوالو وانتي ناقصه. شوفي مرت صاحبي راه ولدات لي 3 الوليدات وكلهم راه دابا فرحان بهم، انا اللي بقيت صابر معاك وضيعت معاك وقتي. داكشي علاش واحد النهار كمال هو زاد فيه بزاف وبقى كيهين في اسماء، وفي الاخر هو يقول لها شوفي بنت الناس انا صبرت معاك بما فيه الكفايه حتى عييت، ودابا انا غادي نتزوج بشي مرة اللي تولد ليا ولد او بنت. المهم تولد ونفرحت انا بولدي ويكونوا عندي ولادي. أسماء مسكينة حست بالضعف وبقى فيها الحال بزاف وحست بالقهر وبكات حتى سخفت. أسماء ما فكرتش في الانتقام، ولكن هزت يديها وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، وبدات كتطلب في الله سبحانه وتعالى وقالت يا سيدي يا ربي انت كتعرف ظلمي وضعفي،
يا ربي اجبرني جبرا يليق بعظمتك. أسماء طلبات كمال وقالت ليه: علاش صبر معايا، عيش شويه قبل ما تاخذ هذا القرار ديال الزواج. نمشيو عند الطبيب، حنا ما عمرنا ما مشينا عند الطبيب ولا دوزنا ولا درنا شي تحاليل. نمشيو عند الطبيب ديال الولاده اللي مختص في هذا الشيء، ونديروا التحاليل ونشوفوا شنو غادي يقول لينا ويعطينا شي دواء ولا شي حاجه اللي يساعدنا باش نولد. المهم تردد كمال وما رضاش وما بغاش يمشي معاه. قال لها: سيري عنده انت اللي ما كتولديش، انا مالي، انا راه ما عندي حتى مشكل. بقات كتطلب فيه: عافاك عير يلاه ونسني ونشوفوا الطبيب اش غادي يقول لنا. واسمع بودنيك، هذيك الساعه لا كان ما عندي، كان فيا المشكل انني ما كنولدش، يعني ما عنديش امل تزوج من الشهر الجاي. داكشي علاش بحال طمعاتو انه صافي، بحال وافقت لي على الزواج. داكشي علاش وافق انه يمشي معاها. فعلا مشى معاها عند الطبيب ودوز ليهم الطبيب بجوج، ودار ليهم واحد التحاليل بجوجهم، دار ليهم واحد التحليله باش يشوف الخطا فين كاين. المهم اللي داز هذا خرجوا داك التحاليل. هي تمشي أسماء زعما على اساس راه هي اللي باغا تعرف النتيجه، لان المشكل منها هي. فاذا بالطبيب ملي شافها وشاف التحاليل قال لها: فين هو الزوج ديالك، علاش ما جاش معاك؟ قالت ليه: راه ما جاش. قال لها: لا ضروري حضر هاد التحليله كتهمكم بجوج وخاصو يجي باش يسمع داك الكلام اللي غنقول ليه. صافي مشات اسماء وقالت ليه: راه قال لك الطبيب ضروري ما تمشي معايا عنده باش تسمع النتيجه ديال التحاليل، لانه بغى يقولها لك انت باش تعرف. راه انا ما بغى يقول لي حتى شي حاجه، قال لي ضروري الزوج ديالك يجي. تردد كمال، ولكن في الاخير مشى معاها. قال لها: يلا نمشيو نشوفوا هذا الشيء، باش الا كنتي ما كتولديش باش نمشي نتزوج، انا مابقاش نعطل في الوقت. مشاو فعلا عند الطبيب، والطبيب هو يصدم كمال. قال ليه: راه المشكل ماشي في المدام، ماشي في اسماء، المشكل عندك انت، عندك نقص، يعني داك الشيء علاش ما ولدتوش هاد المده كامله. المشكل عندك انت في التحليله ديالك. المهم كمال قال ليه: لا ما يمكنش. قال ليه: هذه راه التحاليل هي اللي كتقول، ماشي انا. كمال خرج من عند الطبيب وهو مصدوم وتايه وما عارف اش يدير، وبحال ما راضيش. وفي نفس الوقت بقى داك الكلام اللي كان كيهين به اسماء، وداك الشيء اللي كان كيعيرها وكيقول لها: انت ناقصه وانت ما تصلحي والو. كل شيء داك الشيء بدا كيدور ليه قدام عينيه بحال شي فيلم. أسماء شدات لي من يدو. هي في الصراحة إنسانة زوجة صالحة وخلوقة، اللي حاولت تهدنه وتخفف عليه هاد الصدمة اللي جاتو، وما دارتش بحال التصرف ديالو اللي كان كيدير هو. كمال تأثر بزاف بهذا الشيء اللي قال ليه الطبيب، وعرف ان المشكل فيه هو يبدا يبكي وهو يقول الاسماء عنقها وقال لها: سمحي لي يا بنت الناس، جرحتك بزاف وظلمتك وتعديت عليك بالكلام ديالي والقسوه ديالي، ودابا سمحي لي انا كظالمك. واسماء ديك الانسانه الطيبه وهي تقول ليه: صافي يا كمال، حنا ولاد اليوم، دابا هادشي كله فات، وإلا بغيتي نساو كلشي داكشي اللي فات. انا صافي ما غادي نبقى ما عمرني غنقول لك شي حاجه على داكشي اللي كنتي كديريه في الماضي. انا مستعده انني نبقى معاك كيف ما كنت دائما ديك الزوجه المطيعه، ونبقى دائما معاك تحت الظل ديالك، ونبقى معاك كيف ما كنتي في عيني، دائما غتبقى في عيني راجلي وتاج راسي. وخاصك تعرف ان لا مستحيل مع الله سبحانه وتعالى، والله قادر انه وخا يقول الطبيب اللي قال راه الله لا بغى راه في واحد الساعه يرزقنا بالوليدات. فما عمرك ما تفقد الامل، وغادي نبداو من جديد انا وياك يد في يد، ولكن بشرط انك ما تعتذرش مني، انا اعتذر من الله سبحانه وتعالى. حيت انت ملي كنتي كتهيني وكتظلمني كنتي كتظن ان الولاد بيد البشر، ولكن الولاد راهما بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيرزقهم. كمال من بعد ما سمع من اسماء الزوجه ديالو هذا الكلام، هو يقول لها صافي سمحي لي ونبداو من جديد ان شاء الله.
ويهز يديه وقال يا ربي انا تبت يا سيدي يا ربي، يا سيدي يا ربي اسمح لي، وما عمرني غادي نظلم مراتي اسماء اللي صابره معايا دائما وباقا زايده صابره معايا مره اخرى، وما عمرني غادي نظلم لا اسماء ولا اي واحد. داز الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، وكمال ولا انسان ظريف ولا حنين ولا متواضع ماشي بحال داكشي اللي كان قبل. وفي واحد الليله اسماء وهي تحس بواحد الدوخه جاتها غريبه وناضت، يعني جاها حتى الرضان اعزكم الله. وملي مشات المستشفى باش تدوز، يعني تعرف شنو المشكل، ويديروا لها التحاليل ديال الحمل. وكانت الصدمه ان اسماء حامله. كمال ما تصوروش اخواتي الفرحه ديالو، شحال فرح وتصدم وبكى بالفرحه. هو يعنق اسماء وقال لها قال يا ربي ما اعظمك، رزقتنا فلك الحمد ولك الشكر. الرسالة اللي بغيت نقول في هاد القصة، وهي أن المرأة، نبغي نقولها لأي واحد، أن المرأة راه ما كتقاش غير بالولاد، لأن المرأة كتقاس بالدين ديالها، بالأخلاق الحسنة ديالها، وبالصبر ديالها، وبالصبر ديالها على الظلم ديال الزوج، وعلى الظلم ديال شحال من حاجة، وعلى الصبر ديالها مع الزوج ديالها في السراء والضراء. والولاد راه الله اللي كيرزقهم، ماشي البشر. والظلم ظلمات يوم القيامة، والصبر مفتاح لكل الابواب المغلقة، والله رزاق كريم. فما عمرك اختي تيأسي وتقولي مستحيل. فملي كيبغي الله كيعطيك باش يعلمك انه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ونعم بالله. وفي الختام أخواتي، إلى عجبتكم القصة دعموني بلايك وباشتراك، وشاركوا القصة مع الأحباب ديالكم. إلى فيديو قادم، دمتم في أمان الله.